ايوه زي ما بقولك بالظبط. هاتي شويه قشر استفندي وهنعمل مع بعض جبنه الاغنياء اللي كلنا بنموت فيها او اغلبنا بيموت فيها، وانا زيكم بالظبط. يلا بسم الله. اول حاجه هنجيب قشر 3 4 استفنديات كده، وعليهم 3 4 قرون او 5 6 قرون من الفلفل الاحمر الحامي، ونضربهم في الخلاط. وهنروح على النار هنجيب معلقه من الزبده وهنحط فيها معلقتين من المرتة. مش اساسي ابدا الخطوه دي، بس بتفرق جدا في الطعم. هنقلب المرتة كده في السمنه وننزل عليهم بقى بنص لتر من اللبن كامل الدسم، او لبن قاطع عندك مفيش اي مشكله حطيه برضو، بس كل ما هيكون دسم كل ما هيزود طعم الجبنه اللي احنا بنعملها مع بعض ويديها طعم احلى. هنحط بقى اللبن حبه حبه كده، كل ما نحط شويه نقلبهم في المرتة مع بعض لحد ما يختلطوا كويس جدا كده. تمام جدا. هنروح بقى نجيب معلقه من الحلبه المطحونه، يا دوبك معلقه، وهي هنحط عليها معلقه من البابريكا ومعلقه صغيره من الشطه، ونقلب الكلام ده كله مع بعضه حلو جدا. معلقه الحلبه المطحونه دي ضروريه جدا، وفي معلقه كمان اساسيه هي معلقه الرده اللي انا حطيتها دلوقتي دي معلقه رده. وهنجيب بقى الخليط اللي احنا ضربناه مع بعض في الخلاط اللي هو الفلفل وقشر الاستفندي، وهننزل برضو عليهم ونفضل نقلب كده تقليب مستمر لحد هتلاقوا بعد 5 دقايق كده القوام تقل معاكم. اول القوام ما يتقل كده زي ما احنا شايفين لازم تفضل على النار كده مش اقل من 10 دقايق. هننزل بمعلقه كبيره او معلقتين كبار من الملح حسب الكميه بقى بتاعتك كده. تمام. هنسيبه بقى لحد قوام ما يتقل زي ما قلنا مع بعض. بصوا شايفين كده قوام بقى عامل ازاي. هننزل بقى بالتركه الجامده جدا اللي هتدي لون وطعم تحفه، وهما معلقتين من العسل الاسود، وبرده هنفضل نقلبهم كده مع الخليط. واخر حاجه بقى وهي ان احنا نضربه بالهاند بلندر او بالخلاط. شايفين فرق القوام واللون عمل ازاي؟ بدل ما كان شكله زي الخشن المحبحب بقى ناعم وكريمي زي الجاهز بالظبط. هنجيب بقى 3 4 قرون من الفلفل الاحمر حامي جدا، وقشر استفندية واحده سلام، ما نقطعهمش ولا اي حاجه ولا نضربهم في الخلاط. هنحط الفلفل سليم والقشر الاستفندي برده متقطع عادي زي ما نكون مقشرينه. هنجيب حته جبنه وهنحط عليها ملح وننقعها في الملح او ملح وشطه، لازم تنزل ميتها خالص. بس كده خلاص خلص معانا المش. هنجيب بقى علبه نظيفه ومتجففه لازم تكون ناشفه جدا جدا، وهنجيب بقى خليط اللي احنا عملناه. اي بقى جبن مفتفته عندك، اي بواقي جبنه رومي، اي حاجه تتبقى عندك في التلاجة حطي على العلبه دي، ما تقلقيش خالص ولا تخافي. كل ما هتحطي على المش بتاعك حاجات من التلاجة، حته جبنه باقيه عندك نشفت، حته جبنه رومي، اي شويه لبن قطع، اي حاجه حطي على العلبه دي وارميها فيها ونسيها مدى الحياه بقى بره التلاجة. العلبه دي بقى كل ما بتقعد وكل ما بتتعتق بتبقى تقيله اكتر وطعمها اجمد واجمد. وبس كده خلاص، وباي باي.